في الحلقة اللي فاتت وقفت عند لحظة معينة، لحظة سمعت فيها اسم عمري ما كنت متخيلة انه هيبقى جزء من حياتي. الاسم ده كان الفايبروميالجيا. يمكن أول مرة تسمعه، يمكن سمعته قبل كده بس مش عارف هو ايه بالظبط. النهاردة عايزة اشرح لك الفايبروميالجيا بطريقة بسيطة جدا، من غير مصطلحات طبية معقدة ومن غير رعب، بس نفهمها صح. لو عايز تعرف أكتر عن الفايبروميالجيا يبقى لازم تشوف الحلقة كاملة. أنا سلوى سالم ودي تجربتي مع الفايبروميالجيا. خليني أبدأ بسؤال، هو ممكن يبقى جسمك بيتوجع من غير ما يكون فيه التهاب واضح؟ من غير تحليل يطلع فيه رقم عالي؟ من غير أشعة تبين حاجة؟ طب لو كل حاجة كويسة على الورق، ليه إحساسك مش كويس؟ تخيل تصحى من النوم قبل ما رجلك تلمس الأرض تحس إن جسمك كله بيوجعك. مش شد بسيط، مش تعب عادي، وجع منتشر في المفاصل، في العضلات، في الرقبة والكتف، في الحوض، في الرجلين، في الركب والكوع. ممكن تبقى كل الأماكن دي مع بعضيها، وممكن تبقى في مكان واحد بس. وأحيانا حرقان جامد جدا في الجلد نفسه، كأن جلدك بقى حساس زيادة، كأنك محروق. لمسة خفيفة ممكن تبقى مؤلمة. في أيام تانية صداع نصفي شديد، وحساسية تنتشر في كل حتة في جسمك، وحساسية مفرطة للشمس. الشمس نفسها بتبقى سبب لإثارة الهجمات الجديدة ليك، وكل ده من غير كسر، من غير التهاب واضح، من غير تحليل بيطلع فيه أرقام تخوف. يبقى إيه اللي بيحصل؟ الأول عايزين نفهم الفكرة ببساطة. الفايبروميالجيا مش مرض بيهجم على عضو معين، هو مش التهاب في المفاصل، مش مرض مناعي مباشر. هو أقرب لفكرة إن طريقة إحساس الجسم بالألم اتغيرت. يعني المخ والجهاز العصبي بقوا بيستقبلوا الألم بصوت أعلى، كأن زرار الصوت اتفتح مرة واحدة جامد قوي. الحاجة اللي كانت المفروض تحس بألمها وتقيمها على إنها تساوي 2/10 تبقى 8/10 أو حتى 20/10، مش لأن الجسم بيتدمر، لأن الإشارات نفسها اتضخمت. طب ليه الجهاز العصبي بيعمل كده؟ هنا بقى ندخل في حاجة مهمة قوي. جسمنا فيه جهاز اسمه الجهاز العصبي اللا إرادي. ده مسؤول عن النوم، عن الهضم، ضربات القلب، التنفس، الاستجابة للتوتر. الحاجات اللي انت من الآخر كده ما بتتدخلش فيها، هي كده جسمك ماشي لوحده من عند ربنا. وفي عصب مهم جدا اسمه العصب الحائر. العصب ده خط اتصال مباشر ما بين المخ والمعدة والأمعاء والقلب، وهو اللي بيخلي الجسم يعرف يهدى. الو يا عم القلب اهدى شويه، مفيش مشكله ولا حاجه. الو يا ست الامعاء اشتغلي بالراحه والنبي، من غير دوشه. لكن لو الجسم عاش سنين تحت ضغط وتوتر مزمن، اجهاد مستمر، قله نوم، صدمات نفسيه وضغط عاطفي طويل، الجهاز العصبي ده بيدخل في وضع استنفار، كانه مستني خطر طول الوقت. ولما الجسم بيبقى في وضع استنفار، اي استشاره الم بتتعامل كانها تهديد حقيقي، وهنا بيبدأ الألم ينتشر. خلينا نفهمها علميا بس ببساطة. في مصطلح اسمه حساسية الجهاز العصبي المركزية. يعني المخ والحبل الشوكي بقوا حساسين زيادة. الإشارة الصغيرة بتبقى كبيرة، الخبطة الخفيفة تبقى بتموتك من الوجع. مش لأن النسيج اتقطع ولا في جرح، لكن لأن المخ ضخم الإشارة. طب إيه اللي بيحصل جوه المخ؟ في دراسات لقت إن بعض المواد الكيميائية اللي بتنقل الألم بتبقى أعلى من الطبيعي، زي السبستين بي. وفي نفس الوقت بعض الناقلات العصبية زي السيروتونين ممكن تبقى أقل، وده بيأثر على النوم، المزاج، تنظيم الألم. يعني الموضوع مش عضلة بس، هي شبكة كيميائية كاملة. طب ليه الألم منتشر في الجسم كله؟ لأن الموضوع مش في عضلة واحدة، هو في السيستم كله. زي نظام إنذار كده بيتحسس بزيادة، كأن الفاير ألارم بقى يضرب في كل حتة في المبنى، مع إن مفيش حاجة، دي ست الكل كانت بتولع شمعة بس. جسمك مش بيتخيل الألم، هو فعلا حاسس بيه، بس التضخيم حصل في طريقة الاستقبال. المخ نفسه بقى يفسر الإشارة بشكل مختلف، خريطة الألم اتوسعت، فالألم بقى في المفاصل، في العضلات، في الرقبة، في الحوض، في الرجلين، في الركب. دايما بتلاقي الصورة عليها نقط كتير كده في كل حتة. وأحيانا الجلد زي ما قلت بيحس بحرقان، وده اسمه الإيدينيا، إن حاجة المفروض مش مؤلمة تبقى مؤلمة. طب إيه هو الأعراض بتاعة المرض ده؟ مش كل الناس بتبقى زي بعض، بس في حاجات كتيرة مشتركة. الألم منتشر في كل الجسم، إحساس إنك متكسر، إرهاق حتى بعد النوم، ضباب في التفكير، صداع، حساسية زايدة للصوت والضوء، أحيانا مشاكل في النوم،
انا مثلا كنت بصحى كاني ما نمتش خالص، ببقى ماشيه عامله زي الزومبي كده، عينيا حمراء، وكنت بحس ان جسمي مش ملكي. طيب ليه بقى تشخيص المرض ده صعب؟ ودي اهم نقطه، لان مفيش تحليل بيقول ايوه انت عندك فايبروميالجيا. مفيش رقم واحد في ورقه، الدكتور غالبا دايما بيستبعد كل حاجه تانية الاول، تحاليل، اشعه، كشف، ولما كل حاجه تطلع سليمه يبدا يفكر في الفايبروميالجيا. عشان كده ناس كتير بتلف سنين قبل ما تسمع الاسم ده. انا عايزه اقول لك نقطه مهمه جدا، انا مش دكتوره، واللي بقوله هنا مش تشخيص. لو حاسس ان الاعراض دي شبهك، الافضل دايما انك ترجع للدكتور بتاعك. انا بس بحكي تجربتي ومعلومات عامه جدا. نرجع بقى تاني يا سيدي لموضوعنا ونسال، طب وايه علاقه الامعاء بالموضوع؟ الامعاء مش بس للهضم، في حاجة اسمها الميكروبيوم، ده مجتمع ضخم من البكتيريا النافعة اللي عايشة جوانا. المجتمع ده ليه علاقة بالمناعة، بالالتهاب، بالمزاج، وحتى الإحساس بالألم. لو التوازن ده اختل، الجهاز المناعي ممكن يبقى مرتبك، والجهاز العصبي كمان، وده يخلي الجسم كله في حالة حساسية زايدة. تاني، دي نظريات علمية بتدرس، مش حقيقة مطلقة، بس بتفسر ليه ناس كتير بتحس ان اكل معين بيزود الاعراض عندها. طب ليه ناس كتير الموضوع ده بقى منتشر عندهم؟ دي نقطة حساسة قوي، وفيها دراسات ونظريات مش حقائق نهائية. في ناس بتتكلم عن ان نمط الحياة الحديث هو السبب. مثلا زمان ما كانش فيه نفس كمية المضادات الحيوية اللي بتتاخد دلوقتي، كيماويات في الاكل، رش للمحاصيل، حقن للهرمونات او مضادات حيوية للحيوانات. في الثمانينات والتسعينات بدأ استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي يزيد جدا، مش بس لعلاج المرض، لكن احيانا كوقاية او لتحسين النمو بتاعهم. وفي نفس الوقت بقينا بناكل لحوم والبان من مصادر فيها اثار من الحاجات ديت. بعض الباحثين بيفترضوا ان ده ممكن يكون اثر على جودة الميكروبيوم او على حساسية المناعة وزيادة الالتهابات المزمنة. تاني هقولها بوضوح، دي نظريات علمية بتدرس، مش حقائق مؤكدة 100%، لكنها بتساعدنا نفهم ليه ناس كتير بقت عندها مشاكل حساسية أو تعب مزمن أو اضطرابات مناعية. طب إيه هي الأعراض المشهورة للمرض ده؟ خليني أقولك شوية حاجات بتحصل مع ناس كتير، وأقولك شوية من اللي بيحصل معايا أنا كمان. ألم منتشر في كل حتة في الجسم، حرقان في الجلد، تورم في بعض المفاصل، حساسية في أنحاء مختلفة في جسمك، حساسية شديدة للشمس، إحساس إنك متكسر طول الوقت، تعب غير مفهوم، نوم مش مريح، ضباب في التفكير، أحيانا حساسية في المعدة، انتفاخ، عدم ارتياح بعد أكل معين أنت بتاكله. أنا مثلا في أيام بحس جسمي كله تقيل جدا، وفي أيام الأكل بيأثر عليا بشكل واضح جدا، بس كل واحد غير التاني. طب ليه الناس بتفتكر ان انت كسلان مثلا؟ عشان مفيش دليل مرئي، مفيش جبس، مفيش جرح، مفيش تقرير فيه رقم واضح، فالبعض بيفتكر انك انت بتبالغ. فبسهولة حد يقولك انت بس تعبان نفسيا شوية، انت مكبر الموضوع، انت كسلانة بس شوية، قومي اتحركي. بس الحقيقة الجهاز العصبي لما بينهك الجسم كله بيتأثر. الألم اللي مش باين مش معناه انه مش موجود. تاني أهم حاجة عايزة أقولها، الفايبروميالجيا مش مرض بيهدمك، هي حالة بتخليك تتعلم تسمع جسمك بطريقة جديدة. هي بتقولك اهدى، بطل ضغط، خليك أرحم على نفسك، محناش في سباق. هي رسالة من جسمك مش عقاب. ومريض الفايبروميالجيا بيحتاج دعم جامد جدا من كل اللي حواليه. الموضوع ده ممكن يبقى في لحظة انك تبقي وعندك طفل صغير محتاج حضن، بيجري عليكي فاتح دراعه وانت جلدك بيحرقك، اللمسة نفسها بتوجعك، تبقي نفسك تحضنيه لكن مش قادرة، مش لانك مش عايزة، لكن لان جسمك مش مستحمل، وده وجع اصعب من وجع المفاصل. او تكوني مرتبة لخروجة مهمة، رحلة مستنياها، مناسبة غالية عليكي، وتصحي الصبح وجسمك مش سامعك، مش قادر يقوم من السرير. مش ضعف إرادة، مش كسل، جسمك ببساطة رافض يتحرك. الفايبروميالجيا مش بس ألم، هو إحساس إن جسمك خرج عن السيطرة. طب إيه حكاية الدايرة المغلقة اللي قالوا عليها دي؟ الألم بيقلل النوم، قلة النوم بتزود حساسية الجهاز العصبي اللي تعبان ده بيضخم الألم أكتر، ندخل في دايرة ألم، قلة نوم، إرهاق، ألم تاني، مع الوقت الدايرة بتكبر. طب في علاج للكلام ده؟ بعض الأدوية مش بتعالج المفاصل، هي بتحاول تعيد توازن الناقلات العصبية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بتكسر الدايرة،
لما الألم يقل شوية النوم يتحسن، لما النوم يتحسن الجهاز العصبي يهدى شوية. مش حل سحري لكن أدوات. مفيش علاج سحري لكن في إدارة تديري نوم منتظم، تقليل توتر، حركة خفيفة، دعم نفسي، تنظيم طاقة، أدوية أحيانا. هي رحلة توازن مش معركة. لو انت بتسمعني وحاسس ان الكلام ده شبهك، اكيد الافضل دايما انك تستشير طبيب. تاني، انا مش دكتورة، انا بحكي تجربتي ومعلومات عامة. وفي الحلقة الجاية هحكي بقى الجزء العملي، ازاي بدأت اتعلم اعيش بطاقة اقل من غير ما احس اني اقل من اي حاجة. ازاي غيرت اسلوب حياتي، ازاي بديت ارجع اسيطر عليها حتى لو الالم لسه موجود. هنتكلم عن الخطوات، ازاي نهدي الجهاز العصبي، ازاي نكسر الدايرة. لو الحلقة دي قدرت تفهمك يبقى الحلقة الجاية هتديك أدوات مفيدة. الفايبروميالجيا مش نهاية لكنها كانت بداية وعي جديد. هي دي تجربتي. لو الفيديو لمس حاجة عندك اعمله لايك، ولو حاسس ان حد ممكن يحتاج يسمعه ابعتهوله، ولو لسه ما اشتركتش اشترك عشان الحكاية اللي جاية أقوى بكتير. وأكيد سيب لي تعليق من قلبك، أحب أسمع رأيكم دايما.